وفي الظهر استلمت جواب من نادية. حلمي، أنا بكتب لك بإيدي الشمال عشان جوزي كسر إيدي اليمين وهي في الجبس دلوقتي. الحمد لله إنه ساب لي إيد سليمة عشان أكتب لك بيها. جوزي ضربني وكسر دراعي، مسكين. أنا مش بلومه، أنا بلوم نفسي، كنت قاسية قوي معاه. بس هو تعبني بشكوكه وأسئلته وألفاظه الجارحة لحد ما جن جنوني وطولت عليه. ساعتها هجم عليا زي الوحش وقعد يضربني لغاية ما كسر لي دراعي. يا ريته كان موتني بالمرة، كنت استريحت. يا ريته موت قلبي اللي بيهتف باسمك. أنا تعبانة أوي يا حلمي، روحي بتناديك وأنا أضعف من إني أسيطر عليها. روحي سابتني وراحت لك. أنا بمشي زي تمثال خاوي، قشرة من غير روح، والهوا بيلعب من جواه في الفراغ. أنا ضايعة تماما. أملي الوحيد مستحيل. أنا فكرت في اللي بعمله. أنا إزاي جاتلي الجرأة علشان أخرج وأقابلك؟ إزاي؟ مش لاقية جواب لحد دلوقتي. أنت عارف خروجتي معاك دي زي واحد كان محكوم عليه بالإعدام وقالوا له نفسك في إيه قبل ما تموت. للأسف ظروفي في الحياة كانت سيئة وبختي قليل. أنا طلبت أشوفك قبل ما أموت وحسيت إن ده من حقي، حتى أنت من حقي. حاجة مؤلمة جدا إني أقدر أتكلم معاك، لكني عاجزة إني أقول للناس على الحقيقة دي. أنا سألت نفسي كتير، أنا بحبك الحب ده كله ليه؟ معرفتش الإجابة. يمكن لأنك حريتي. مش عارفة ليه غير إني أقول إنه في سحر خفي في الوجود دلني عليك. قد إيه الحب يقدر يغير في الإنسان. افتكرت عزيز لما كان متجوز أختي، كان بيحبها قوي قوي، كان وشه منور وبيضحك على طول وبيمشي بخفة ومرح. أبص عليه دلوقتي ألاقيه تقيل جامد غليظ، بيتحرك ببطء، والكراهية بتشتعل من نظراته. أنا دلوقتي يا حلمي بحبك وبشعر إني بحب الدنيا كلها، حتى هو. حبك رجعلي قدرتي إني أحب واداني القوة إني أغفر وأتحمل. الكره ده شيء بغيض بيوقف الدم في القلب. أنا طول عمري عشت أحارب الكراهية بس بدون سلاح، لكن دلوقتي بحاربها بحبك. أنا بحارب الدنيا كلها بيك حبيبي، يا أجمل ما في دنيتي. أنا بحبك الحب كله، ما تحبنيش الحب الصغير اللي ما تفتكرنيش فيه إلا لما يجوع الجسد ولا تجوع العين. حبني الحب الكبير يا حلمي، الحب اللي ملوش حل، اللي مفيش فيه شبع، اللي مفيش فيه وسائل ولا وقت. الحب المستمر زي الوجود، الحاضر في القلب زي دقاته، المتصل زي الأنفاس في النوم والصحيان. دمت ليا ولابنك ولزوجتك
وسعدت في كل أوقاتك. نادية. قريت جوابها مرة ومرتين وتلاتة واربعة، معرفش قريت جوابها كم مرة. كنت بشيله في جيبي وكل شوية اقراه من تاني. كنت زي واحد بيجري في طريق ملوش آخر، بسمع صوتها وبدور عليها وما بلقاهاش. زي الروح تملاني بس ما شوفهاش، زي روحي أنا قريبة ومستحيلة. بقالي شهر وأنا بشتغل في ورشة العربيات اللي فتحتها. كل يوم من الصبح لحد بالليل أحس بالسعادة في الانهماك في العمل، وأحس بسعادة أكبر لأني بوظف خبرتي وذكائي ومجهودي بدون وساطة حد. أنا والآلة بنقف قصاد بعض، أفكها وأظبطها وأحكمها، واتطورت العلاقة بينا وبقيت أصاحبهم زي ما بصاحب بني آدم له قلب ولحم ودم. منيت لو إني في يوم وأنا نايم تحت واحدة من العربيات اللي بصلحها، لو إني قدرت أفك نفسي وأعيد تركيبها. منيت لو إنها تطوعني زي الحديد ما بيطوعني، لكن قلبي ما طوعنيش. أشواقي بتحرقني، صوتها بيرن في وداني دايما، روحها بتحكمني، بتسلبني الإرادة. أنا بلتمس الهدوء لنفسي ومش بلاقيه. إزاي أنساها؟ إزاي أقاوم إني مش قادر أشوفها مع إنها جنبي؟ إزاي أطفي نار الحب والحنين ده حتى عقلي كمان بيشتهيها؟ لو هي لقت الحصانة مني في حبها ليا، أنا ما أقدرش ألقى الحصانة دي في حبي ليها. كنت مرات بروح للتليفون وأقف قدامه وبخوف وتردد أمد إيدي وبعدين أردها. ومرات كتير كنت برفع السماعة وأطلب رقمين 3 وأدور القرص وما لاقيش الشجاعة علشان أستمر. أرجع السماعة تاني. كنت بحس في إدارة الأرقام دي بلذة وفرح، وكان اسمها على لسان مراتي بيحركني، وكانت الموسيقى بتعذبني وبتفكرني بيها بملامحها الرقيقة وعودها النحيل ومشيتها الجميلة. فكرت كتير في جوابها الأخير وفي كلماتها. هي ازاي قدرت ترتفع للصفاء المعنوي ده؟ ايه اللي شدها لفوق العذاب؟ المستحيل. انا حاولت كتير ان اعمل زيها بس ما قدرتش. الواقع كان دايما بيشدني لتحت